يا أهلا وسهلا بأحلى متابعين لينا. النهاردة هنعمل حاجة احنا بنحبها جدا، اللي هو المنين أو القراقيش. بتبقى حاجة جميلة جدا مع كوباية الشاي. هنبدأ على طول في إن احنا نجهزها. دي السمنة اللي احنا مجهزينها، هي احنا مسيحينها بس مش مسخنينها، يا دوب إنها مجرد إنها تسيح آه، عشان نعرف نخلطها كويس. وهنحط عليها معلقة سكر. السكر احنا بنضيفها مع السمنة هنا علشان تدي لون حلو للمنين بتاعنا. وبعد كده هنبدأ نضيف عليها بقية المكونات بتاعتنا. هنحط دقيق مع السمنة كويس، وهنبدأ نخلطهم. لازم دي خطوة مهمة، اللي احنا لازم نبس السمنة مع الدقيق كويس، نخلطهم كويس. وبعد كده هنضيف معلقة كبيرة من السمسم المحمص. وده الحاجات دي بتبقى اختياري، إذا كان السمسم أو الشمر واليانسون. الشمر واليانسون دول يا جماعة أنا باخدهم معلقة كبيرة ومعلقة كبيرة، وباخدهم تحميصة على البوتاجاز، وبعد كده بطحنهم وبحطهم معاه، بيبقى طعمها حلو جدا وتبقى ريحتها فيها حلو قوي. دي العجينة بعد ما عملناها عجناها شوية مع بعض، بقت بالمنظر ده. هنبدأ بقى نحط الخميرة مع المية الدافية اللي احنا عملناها، وكل المقادير هتبقى مكتوبة. وهنبدأ نخلط العجينة بتاعتنا مع المية الدافية بالخميرة. ودي شكل العجينة بعد ما جهزت. هنسيبها ترتاح شوية، مجرد انها ترتاح بس من العجن، مش تخمر ولا اي حاجة. ودي كرات البلح اللي احنا حشوينها، هنحشي بيها. دي طبعا حاجة اختياري، لو انتي عايزة تعمليه سادة. انا عن نفسي انا بحبه سادة، بس البيت عندي بيحب يبقى فيها عجوة. بنفرده كده. ودي التقطيعات اللي احنا بنحبها، اللي هي المنين السادة العادي، اللي هو انا واحدة من البشر بحب اكلها كده سادة جدا. نبدأ بقى نرصها في الصينية اللي هنبدأ نعمل فيها أو نحطها في الفرن. يا جماعة الفرن برضو بيكون سخن جدا، بنحطه على الرف المتوسط. ودي كرة تانية احنا هنحطها وهنحط فيها العجوة اللي احنا عاملينها. والعجوة احنا يا جماعة عاملينها، انا حطيت عليها معلقة مية سخنة ومعلقة سمنة علشان تبقى طرية. وهنعملها دوريات كده زي القرص العادية اللي احنا متعودين ناكلها. برضو هنبدأ نرصها في الصينية اللي هنحطها في الفرن وهنجهزه فيها. وممكن نعمل فيها تشريحات كده. ودي بقى اللي هي الطويلة اللي احنا بنحب ناكلها، يكون فيها العجوة. يا ريت يا جماعة ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. وبنكمل بقى بقية العجين بتاعتنا على حسب ما احنا عايزين، بنكمله سادة أو بنكمله بالعجوة زي ما نحب.
وطبعا المقادير انت ممكن تضعفيها لو عايزة تعملي كمية أكبر، أو كمية وتقللي الكمية لو عايزة تعملي حاجة صغيرة، بس الكمية دي لطيفة يعني بيعمل عدد لطيف يعني. وجربوها وقولوا لنا ايه رأيكم، مستنيين تعليقاتكم وتقولوا لنا ايه اللي عايزين نعمله مع بعض تاني.